أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة. دي بردية المدعو أحمس اللي كان عايش على أرض مصر في بداية العصر البطلمي حوالي سنة 300 قبل الميلاد تقريبا. البردية كنز مهم جدا، فهي أكمل بردية عثر عليها في سقارة من هذه الفترة. البردية تم العثور عليها في مقابر البوبسطيون في سقارة بواسطة البعثة المصرية للحفاير برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعشان كده تم إطلاق اسم وزيري على البردية كتكريم ليه. وقد عثر على البردية داخل تابوت يحمل اسم أحمس، وكانت البردية في حالة جيدة من الحفظ. وقد قام مرممين المتحف المصري بالتعامل مع البردية بحرفية عالية جدا وتمكنوا من فتحها. البردية مكتوبة بالخط الهيراتيقي، وبها بعض النصوص المكتوبة بالخط الهيروغليفي المختصر، والخط واضح جدا مما يدل على احترافية كاتب البردية. البردية مكتوبة بالحبر الأسود لأغلب النصوص، وبها بعض النصوص بالحبر الأحمر. البردية مكتوب عليها 113 فصل من كتاب الخروج إلى النهار، أو ما يطلق عليه كتاب الموتى، وهو عبارة عن مجموعة من النصوص الدينية والجنائزية اللي كانت بتستخدم في مصر القديمة لتكون دليل للمتوفي في رحلته للعالم الآخر، حيث تحتوي النصوص على دعوات للمعبودات وبعض الأناشيد والصلوات التي تساعد المتوفي، وكذلك يوجد بها وصف للعقبات التي سيقابلها في طريقه وكيفية اجتيازها والتغلب عليها للوصول إلى حقول الأيارو في العالم الآخر. وقد تم كتابة اسم أحمس على البردية حوالي 260 مرة، وتم توزيع فصول كتاب الخروج إلى النهار على 150 عمود مختلف الأحجام والمقاسات، وتم كتابة الفصول وترتيبها في تناسق جميل جدا، حيث تم كتابة الفصول في أماكن محددة مع وجود أماكن للرسوم التوضيحية. البردية طولها 16 متر تقريبا، وهي أطول وأكمل بردية عن كتاب الموتى مكتوبة بالخط الهيراتيقي عثر عليها في سقارة حتى الآن. وأكثر ما يميز هذه البردية إنها خرجت من تابوت نفس الشخص اللي مكتوب اسمه على البردية، وهو ما يدل على مكانة ورقي صاحب البردية. البردية فيها 40 سنتي مساحة فاضية في بدايتها، وبعدها منظر كبير لصاحب البردية وهو بيتعبد للمعبود أوزير، وبعد كده بتبدأ النصوص والرسومات التوضيحية. البردية معروضة حاليا في المتحف المصري في التحرير في الدور الثاني. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو اللي أتمنى إنه يكون عجبكم، وأشوفكم في فيديو جديد قريب إن شاء الله.